ميزة جميلة جميلة جدا في قلب الإصدار الجديد بتاع 2025 للعبة دريم ليجا 2024 اللي هتتحول ويبقى اسمها دريم ليجا 2025. ايه بقى الميزة دي؟ اعملولنا اشتراك وصلوا على النبي في الكومنت واعملولنا لايك ويلا عشان نقول لكم وتراجعوا الذكريات ازاي. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان انت عندك دلوقتي حاجة اسمها ملخصك 2024 الحالي، يعني ملخص سنة فاتت، ونقوم جايين هوبا ندوس عليه. نشكرك على اللعب ونكر المتابعة. ادي الاسم بتاعها اتغير DLS 2025 دريم ليجا سكور 2025. دعنا نلقي نظرة على 2024. يلا بينا نلقي نظرة ونكل المتابعة. اول حاجة هتبص تلاقي جايبلك بقى المباريات اللي انت لعبتها ومجبتش فيها اهداف، الاهداف المسجلة، المباراة تم الفوز بها، المباراة الملعوبة كده يعني. والحمد لله لعبنا 1934 مباراة، فزنا فيهم 903 مباراة، وده عدد مش فير خالص. جبنا كام هدف بقى؟ جبنا 3690 هدف. وفي مباراة بقى ما جاش فينا جوان في 499 مباراة. ما شاء الله. يعني قلنا 500 يعني 400 مباراة جاي فينا اجوان، تمام. و1000 مباراة خسرناهم، وده حاجة مش كويسة جدا. اللي بعدها الأحداث. المباريات الملعوبة 406، نسبة الفوز المئوية 39% سائط. اللي بعده أفضل النتائج. معظم الأهداف في لعبة فردية يا دوني عالمي كريستيانو رونالدو. يا جدعان العمر ده مجرد رقم جنب كريستيانو رونالدو. 17-0 أكبر فوز. يا نهار أبيض، يعني أنا كسبت 17-0؟ ده امتى ده؟ كنت بلعب خيال مآتة ولا ايه؟ نخش على اللي بعده. اللاعبون بأفضل أداء. معظم الظهور في المباريات، تمام. تريشيجن واخد معظم ظهور في المباريات لأنه هو الحارس الوحيد اللي معايا، فالوحيد اللي مش هيتغير يعني. مسجل أفضل هدف 841. أفضل صانع ألعاب، أفضل صانع أهداف 297. امبابي مسيطر برضو على الحتتين دول. أعوذ مش شايف يعني أصبح عندنا 3 لعيبة: امبابي وتريشيجن وكريستيانو رونالدو. اللي بعده فبراير. مباراة دون تلقي أهداف 39، أهداف مسجلة 314، مباراة تم الفوز بها 72، مباراة الملعوبة 275. هو في ايه يا جدعان؟ خش على اللي بعده. تمام. نشكرك على لعب دريم ليجا. وبكده تكون خلصت معانا الملخص. يلا روحوا شوفوا الملخص بتاعكم بقى عامل ازاي، ومنسوش تعملونا اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.